السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة سمكة تيوب. معاكم وجيه خوجة. لو حضرتك أول مرة تشوف الفيديو بتاعنا دوت، يا ريت تشترك معانا في القناة وتبقى تدوس سبسكرايب وتفعل الجرس عندنا. ولو حضرتك مشترك معانا في القناة فعلا، فيا ريت تفعل الجرس برضه عشان يوصلك كل جديد عندنا، وتدوس لايك على الفيديو وعلى كل فيديو. عندنا فيديوهات كتير جدا موجودة على القناة هتفيدك في شتى المجالات في الزراعة السمكي. هتقدر من خلالها تفهم انت رايح فين وجاي منين، تقدر تعمل مشروع ازاي. وخصوصا زي فيديو النهارده احنا هنتكلم عن سؤال كتير جدا في ناس دايما تسألهولي، يقول لي انا عندي مساحة ارض عايز اعمل مزرعة سمكية ويسكت. طب هي الموضوع مش موضوع مساحة ارض. اول حاجة، طب مساحتها كام؟ وغير مساحتها كام، يعني واحد يقول لي مثلا انا عندي ايراد، عندي اتنين، عندي فدان، ايا كان. كمان المساحة طول كام وعرض كام. المساحات دي بتفرق، لازم نعرف الأبعاد دي برضو علشان نقدر نحدد بناء عليها احنا هنصمم المزرعة ازاي. ومش كده وبس، كمان طبيعة الأرض. طبيعة الأرض عليها عامل كبير قوي. لو هي أرض زراعية مش هينفع إن أنا مثلا أعمل مزرعة زي اللي موجودة عندي في الفيديو اللي احنا بنتفرج عليها دي دلوقتي. ما ينفعش، لأن ممنوع. القانون المصري بينص، أو قانون الاستزراع السمكي بينص على انه لا يجوز اقامة مزارع سمكية على اراضي زراعية، فبالتالي لازم تكون اراضي بور. دي نمرة واحد، خد بالك من الكلام اللي بقوله لك ده كويس قوي. نمرة اتنين، حتى لو ارض بور ما ينفعش ان انا اخد من مية ري اراضي واعمل منه مزرعة سمكية. لازم يكون مية صرف اراضي. اي نعم، صرف الاراضي النهاردة مش زي يوم ما القانون ده اتحط، لكن هو قانون بيقول كده، ناخد بالنا من النقطة دي. مع العلم ان احنا طلبنا كتير جدا ان تكون المياه المستخدمة في المزارع السمكية تكون مياه ري أراضي، وتطلع من المزارع السمكية علشان نقدر نزرع بيها في الأراضي الزراعية. هتفرق كتير جدا 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 معانا، لأن الأراضي المية بتاعت المزارع السمكية مليانة نيتروجين اللي هو الأمونيا، ومخصبات عضوية بتفيد جدا التربة، وهتعوضنا عن الطمي اللي ما عادش بيوصل للأراضي الزراعية عندنا، فبالتالي هيسمد الأرض وهيزود من الإنتاج بتاعها. طيب، غير ده كله، يعني احنا قلنا المساحات وطبيعة الأرض. مصدر ميتك ايه؟ ده مهم جدا تعرف، لأن بص، الزراعة السمكي هو عبارة عن كلمة شهيرة احنا دايما بنقولها، اللي هي إدارة جودة المياه. وإدارة جودة المياه معناها إن المياه الجيدة بتطلع إنتاج جيد. عامل زي بالظبط كده لما يكون عندي طفل وعايز أطلعه في أحسن صحة، بعمل إيه؟ بحطه في مناخ كويس. المناخ ده هو اللي بيفيد في تربيته، وهو اللي بيطلعه بأتم صحة. أنا حابب أوي تتفرجوا على الفيديو دوت، تشوفوا في الفلبين لما بيجي يصطاد سمك. على فكرة دي مزرعة مكثفة في الفلبين، واخدين بالكم؟ شايفين المزرعة قد إيه، وشايفين هناك بيعتمدوا على الزراعة الميكانيكال بشكل ازاي. اتفرجوا على بيصطادوا السمك ازاي من المزرعة المكثفة دي، والإنتاج شكله ايه. حاجة تفرح حقيقي، علشان هنا في ناس كتير جدا بتحارب الزراعة المكثف، واخدينه على انه حاجة كده زي ما بيقولوا فنكوش. وللأسف الشديد يعني في ناس كتير قوي كده بتستهزأ ويقول لك هات فنكوش، ها ها ها، وكلام كلام فارغ يعني. احنا نتعلم يا جماعة، نتعلم كويس جدا ونعمل الحاجة بأصولها. نتفرج ازاي هم طوروا في ان هو يصطاد السمك ويطلعه وينزله الاسواق ازاي، ويحطه في عربية شكلها ايه ومجهزة بأنهي نظام. طلعنا حاجات بسيطة جدا 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 بتخليه يحافظ على الانتاج بتاعه ونزول السوق. كان معكم وجيه خوجة من قناة سمكة تيوب. برجاء ضغط على اللايك الاعجاب، وعايزين نوصل في الفيديو دوت ل 100 لايك. هيفرق برضه معانا ومعاك ان احنا نوصلك معلومة جيدة او الفاول. كنت معكم النهارده وجيه خوجة، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله.